بيدي كل مرشح على قد نيته. اللي داخل يخدم ياخد على قد نيته، اللي داخل عايز الكرسي يقعد عليه ويتفشخر ياخد على قد نيته. انا كل اللي بقوله تاني ان انتوا دعيتوني هنا وانا شاكر على الدعوه. اللي جاي انا اللي هحكي لكم لغايه هنا لوحدي. ده في اي وقت تطلبونا هنيجي لكم. وده وعد مني لو على النجاح هيبقى له مقر في الصلاحيه الجديده. القديم قصدي، اسف. لان احنا في نقطه احنا عمرنا ما رمينا طبق في الزباله يا عم الحاج، ما حصلتش ابدا. لا معلش، لا مش عارف ايه، ما حصلتش. انا اللي هيبقى موجود في المكتب، ويمكن الكلام ده اتكلمت معاه مع مجموعه مع اخواتي يعني، قلت لهم يا جماعه الحمل تقيل. علاء طلع الاول في الدوره اللي فاتت والناس زعلانه، فلو لا قدر الله نجح ولا بقى قدر الله ان شاء الله هينجح ان شاء الله. لو قدر له النجاح ان شاء الله ان شاء الله احنا لازم نغير في النظام كله. هنعمل والله هعمل حاجه اكتر من مقر، اكتر من مقر. واللي هيمسك المقرات دي ناس ثقه. مين هم؟ ولادي اللي في المصنع. هجيب كل واحد من البلد اللي انا هعمل فيها مقر واحط واحد من ولادي اللي معايا في المصنع اللي بقالهم 15 سنه وانا عارف سلوكهم على ايه. هنحاول ان شاء الله نرضيكم جميل في كلتا الحالتين. والله العظيم في كلتا الحالتين. والله العظيم في كلتا الحالتين. ان شاء الله في النجاح معاكم. ان شاء الله في النجاح. ولو كنت نص برضه معاكم. ان شاء الله في النجاح باذن الله. ربنا يبارك فيك. انا بطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نقدر نرضيكم جميل. وبعتذر بالنيابه عن علاء وعن عائله العب النادي كله فريق قصير. وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى تعملوا لنا دعوه تانيه. برضه في حاجتين. بعد النجاح وعلى فكره على راسي يا عم، على راسي. وبعدين عايز اقول حاجه ثانيه، ان انا عندي 365 واحد من ولادي في المصنع عامل لهم هنا في العزازي. ما حدش بصاب لي مشكله. ما حدش فيهم جه قال لي عايزين ننادي في البلد. وده انا هحاسبهم عليه. لانهم مقصرين، يعني هم بيشوفوني 5 ايام في الاسبوع. كانوا قالوا اهل البلد زعلانين عايزين علاء يجي. لان دول حلقه وصل بيننا وبينكم. مش عايز ادور عليكم عشان تقولوا من بدري. لا خد راحتك. كل اللي اقوله لكم كل سنه وانتم طيبين، وربنا يقدرنا على فعل الخير ويقدرنا على رد قلوبكم في اي وقت ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. باذن الله نقرا الفاتحه كلنا على الخير وعلى الخروج برقم 1 رمز القلم الحاج علاء عبد النبي باذن الله. فاتحه لله. فاتحه لله. نشكر عم الحاج سامي على الكلمه الحلوه دي وكان شيخنا جدا خالص. في كلمتين قبل ما ننهي اللقاء ده. طبعا يعني هو مش وقت العمل ولكن تذكره. احنا عندنا مدرستين وحيدين يمكن على المستوى، واكبر مدرستين من سنه 50 وهم شغالين. مدرسه وحدان قاموا يزيلوها السنوات اللي قبلها قاموا يزيلوها. عاوزين السرعه في البناء دي نعم. وطبعا مش مطالب النهارده احنا موجودين قدام ان شاء الله وربنا ييسر الامور دي ايه في المقام ده. مدرسه الفتح النهارده نازله خطه من سنتين تدعيم فصول وليس كلين كامل، يعني عاملين مبنى تدعيم فصول على المكان ده. نازله خطه من سنتين انت ذاكر. طبعا ده ان شاء الله بعد ما تخلصوا شويه التعب دول لازم رجل على رجل سياده النائب ونخلص الموضوع دي ان شاء الله اكيد، لان دي طبعا حاجه عامه. النقطه الثانيه كلامي مش هيبقى لا سياده النائب ولا سياده الوزير، كلام للاخوه اللي قاعدين دول. طبعا لو احنا 200 واحد 300 واحد قاعدين دلوقتي مش الهدف ان احنا 300 نطلع يوم الانتخابات الاول. كل واحد عنده لا كل واحد مسؤول على جنب حاجه 30 يتصرف ويطلعها ويطلع وياكل. كل واحد يدير. وصل الكلام؟ احنا مش عاوزين المؤتمر ده او عاملينه عشان نقعد. احنا بدنا فعل حاجه وفق الايه؟ الحصان. الصوت بيفرق القعده.
15 20 نفر يسحبوا في عربيه، لو غفر الكلمه اللي ما يكونش منها يعني ياخدهم وبعدين مش هيتحاسبون عليها، ونروح ندي صوتنا لعم الحاج علاء ربنا يوفقه، وياك اثنين برضه تانيين مش بنقول مش في حجر ولا حاجه. رجالي كل رجاء من الاخوه الزملاء الناس الحلوه دي الناس المحترمه دي عاوزين نقف وقفه رجال، بلد دي بالكامل، عزازه بالكامل، وهيدعمنا. بالنسبه لحاجه يا حاج محمد، اي عزبه اي بيت تنقص عربيه وقت الانتخابات عربياتنا هتعمل فرد واحد لو ضرب من قلب الجبل وما راحلوش توك توك او عربيه ان شاء الله هنسال عليها قدام الحاج محمد ان شاء الله. هنسال عليها زي ما الاستاذ تامر جرى الفاتحه، هنجرى الفاتحه لله والنبي كمان ربنا يوفق الحاج علاء، والفاتحه النبي ان احنا نتحرك يومين انتخابات والقوه وضيع سليم. هنختم زي ما بدأنا وهنسمع. عاوز اتكلم؟ اتفضل. يا مرحب بيكم في ياسفة بلدنا، بالنيابة عن الأستاذ محمد أبو صابر والأستاذ محمد صابر ايوه والأستاذ محمد البنديري والموردين. الناس ديت أنا أعرفهم عن قرب، أنا بعمل شغل الطرمبات في المصنع وأعرف الناس دي خيرين من قبل الانتخابات. بالله العظيم إن كان حداهم جنازة يعني من واحد من اقرب الناس لهم، ورحت المكتب لطلب شخصي لقيت المكتب مفتوح، كان عندهم دفنه وجايه من المانيا والمكتب كان مفتوح. اقسم بالله ان ده حصل. رحت لقيت الاستاذ ايهاب موجود في المكتب وطلب يعني هو مش هقول ولا الجامع سياده النائب جاب تاشيره عليه للوزير، واحنا على ما اتحركنا كان المجلس انفض. فأني بتكلم لأنني قريب منهم وأعرف اللي هو أحمد علوي وأصحابه مقربين ونسايبهم وأخواتهم هناك موجودين. أي حد عايز حاجة أنا بعرف أقدره. ماشي؟ الناس ديت فعلا بتخدم. والله 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 يعني جاي أشهد شهادة لله. ماشي، أنا بعت لناس تانية أعضاء برضه مش عملوا لي أي حاجة خالص غير الناس دي. ففعلا يعني احنا عايزين ندي سياده النائب واللهم صل على سيدنا محمد. يعني برضه الدايره ما عادش الاول فاووس والصالحيه، لا دلوقتي عدد الصالحيه وفاووس واحد، يعني هنقول فاووس وكفر سجن. لا كنا الاول بنقول الصالحيه ابن الصالحيه مش عارف، لا ابن فاووس، علشان خاطر الاول كنا بنقول دايره واحده، انما دلوقتي الدايره وسعت فجينا كفر سجن وولاد سجن. لازم نقف مع اللي يخصنا هنا علشان لما نعوز نلاقيه. وشكرا. اشكرك يا استاذ. في حد له اي تعليق؟ طيب ان شاء الله كده زي ما بدأنا هننهي بالقرآن الكريم لفضيلة مولانا. يا مرحب بكم في المنطقه. طب احنا مفوضينك ان انت تهني بالنيابه عن النبي. لا حصل والله. ايوه حصل والله. احنا على هذا عزازي بنهني الدكتور ايمن عجرش بالحاجه الجديده اللي وصل اليها الوزاره. عندي علم الحمد لله، وبنقول للاخ الفاضل الف مبروك. وكنا مستنيين حقيبه التموين كده يبقى فيها حاجه نلخص ابوك المتجاهل ولا تروح تتجاهل ولا حاجه ان احنا لسه يعمل حاجه وصلهم الغاز. واحنا ملوك الغاز في العالم العربي كله. احنا امراء الغاز، ولغايه دلوقتي ابوك الغاز انها قلنا 75 جنيه والبندر بيخش له الغاز بدفع 15 جنيه و10 جنيه كل شهر. 10 جنيه و15. وانا باخد ابوك المتجاز كمان. اسالني على التموين الدكتور ايمن. دكتور ايمن الراجل الاول دلوقتي في وزاره التموين. نزلني انبوبه البوتاجاز دي بسعر مخفض على بطاقتي. نزلني صبيحه الجاز عشان ازرع له الارض كل هيتها اللي نص عمار. الراجل عنده في الثاني ياخد صفيحه واللي عنده 10 ياخد 5 بالتموين. الرساله دي مكلف فيها الاستاذ وصلها للدكتور ايمن.
مش عمال حاج سامي عاوز على فكره انا عايز اقول لكم على حاجه. صلوا على النبي. اوعوا تفكروا ان رغم الهجوم اللي على علاء ده اللي حصل وان انتوا تنجحوه الوحيد والقدام تعدوه هننساها. لا والله احنا من ساعتها واحنا بنفكر نعمل ايه. قسما بالله ما هننساكم الجيل ده. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا. احنا حاسين وعارفين وربنا يعينكم على المهام الصعبه اللي جايه. دي حقيقه صحيح يعني. ربنا يوفقكم ان شاء الله. الثقه تاني وعلى ان شاء الله نختم بقى بالقران الكريم. عاوز ايه؟ ماشي يا عم. معلش بابا والراجل اللي حكى يعني ده كله ده كله مكانه يا عم الحاج محمد. هو لهم الراجل ده مش حاضرين احنا. شيل المكان حاج محمد دي. مكان الصابره. مكان الصابره كلها يا حاج محمد. مكان الصابره كلها. مش محمد دي نواف. لا كل هنا كل الصابره كلها يا ريس. محمد اتكلم كلمه يا محمد. لازم يشكر الناس يا عم. حاج محمد لا يبدو والمرء في بيته هو البال. عايزين نسمعك حاج محمد دي. لا لا نسمعك. ولا عن بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. انا بشكر الناس اللي حضرت وشرفتنا النهارده وبشكر الضيوف والباشمهندس سامي عبد النبي والاستاذ سامي عجرش والاستاذ تامر. كلنا بنشكر الناس اللي حضرت وشرفتنا وبشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكر واجب للناس اللي شرفونا ونرحب بهم ونقولهم انتوا نورتونا وشرفتونا. شكرا لكل الناس اللي لبت الدعوه وحضرت. ونشكر محمد اخويا محمد البكيري على المجهود الكبير اللي عمله ده. ونشكركم جميعا. وهنختم بقى عشان الناس دي وراها مصالح بعم الشيخ بركات. لا خلينا بقى بعد كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله
نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.